تعالى في الفيديو ده نتكلم عن الكربون فايبر، المادة اللي الكل نفسه عربيته تبقى مصنوعة منها، ده لأنها قوية وخفيفة بس كمان غالية جدا، زيادة على ده الشكل الفني والخطوط اللي داخلة في بعضها. التصنيع ليه بيكون رحلة للوصول للمادة الأعلى كفاءة في المجال كله، لكن بعد الفيديو ده هتعرف إنه ممكن بصعوبة شوية كده تصمم قطعة من الكربون فايبر في البيت عندك عادي. اولا كل المواد بتاعه التصنيع لازم تكون بتوفر ميزة الشركة تكون عايزاها اصلا. دايما مطلوب عربيات وزنها خفيف. الوزن الخفيف كله مميزات طبعا، من اول استهلاك بنزين اقل لحد اخذ الملفات بسرعات اعلى بسهولة. لكن لازم ولابد المادة الخفيفة دي تكون في نفس الوقت ليها صلابة تحمي اللي راكب العربية. المادة المفضلة زمان وحتى دلوقتي كانت الألمنيوم، اللي تعتبر أخف من الحديد وأقوى منه، لكن مشكلته إنه أصعب في تشكيله وقت التصنيع. البديهي في حتة خفة الوزن دي بالذات إننا نروح للبلاستيك. بنتكلم هنا عن أجود أنواع البلاستيك، صحيح خفيف لكن مشكلته إنه مش قوي كفاية زي الحديد، هتحتاج طبقات أكتر وممكن تدخل معاه مواد تعزز الصلابة وده هيكلف أكتر بكتير. في عندك عربيات قليلة جدا جدا استخدمت البلاستيك في البادي الخارجي كله زي البي ام دبليو زد 1 كده. فعموما صعب ان معدن يكون خفيف جدا وصلب في نفس الوقت، وده ياخدنا لفكرة الالياف المقوى من البلاستيك زي مثلا الفايبر جلاس اللي يعتبر خفيف جدا وبياخد اي تصميم وبيكون صلب بعدها، وشفناه على عربيات اداء عالي مميزة جدا زي كل اجيال الكورفيت تقريبا ما عدا الاخير ده. الخفة وسهولة تشكيله كانت هي مميزاته، لكن مشكلته انه مش بيتصلح لو اتخبط، بيتشرخ على طول من الخبطات العادية. ومهما كان التصميم المادة نفسها مش بتمتص الصدمات بكفاءة زي المعادن، لان الهيكل الامن بيكون محتاج كرامبل زونز، الفايبر جلاس مش بيعرف يوفرها قوي، فمن ناحية الامان ده مش احسن حاجة. نخش بقى على الكربون، العنصر اللي معمول منه كل حاجة حواليك، لكن الأول كان في مادة نادرا برضو ما هتلاقيها على عربية إنتاجية وهي كربون كيفلر. لونها بيكون ذهبي شوية، وفي الحقيقة الألياف نفسها عبارة عن مادة اسمها أرامايد. كيفلر دي البراند أو الشركة اللي بتصنع النوع ده من الألياف، وتعتبر التوأم للكربون فايبر في كل حاجة، لكن استخداماتها دايما بتكون بره مجال العربيات. أول ويمكن آخر سوبر كار استخدمت الكيفلر ده في البادي بتاعها كانت الفيراري اف 40. خلينا بقى نروح لعمهم للكربون فايبر اللي بشكل أساسي يعتبر لونه أسود، والنمط بتاع شكله فيه خطوط سودة وخطوط تانية أقرب للون الرمادي. لكن هتلاقي فيه انواع كتير بتنزل على عربيات غالية جدا بيكون ليها الوان كده، هتلاقي كربون اخضر وازرق واحمر كمان. وحتة الالوان دي ليها علاقة بخطوة معينة في التصنيع خاصة بطبقة خارجية هي اللي بتعكس اللون ده. هنا احنا بنتكلم عن حاجة متماسكة جدا واقوى من الحديد واخف منه 5 مرات، وهي دي النقطة الاهم انه خفيف جدا، حتى دايما تلاقي اشخاص بيرفعوا قطع كبيرة بايد واحدة بس. والموضوع ممكن يتطور ويوصل لتصنيع الشاسيه كله بتاع العربية من المادة دي، بس ده في عالم السباقات بس وكام نسخة خارقة للشوارع، لأن الحركة دي مكلفة بطريقة لا تتخيلها. فلو رحنا لخطوط الإنتاج هتلاقي البداية بتكون عند المادة الأولية، حاجة اسمها بولي أكريلو نيترايل. سيبك من الاسم، الفكرة إن دي مادة تقدر تقول عليها بلاستيك مقاوم للحرارة، بتكون باودر لونه أبيض كده وبيتقال إن ريحته شبه البصل شوية. الخطوة التانية هي تحويل المادة دي لخيوط طويلة متماسكة جدا، فبتتحط في سائل اورجانيك وبتتخلط وتتفاعل معاه وبتخرج من اول خطوه بشكل فايبر دي اللي هي الياف او خطوط. بعد كده الخيوط دي بتعدي على مكان داخل ليه هواء وتحديدا نسبة أكسجين عالي، وهتتعرض لدرجة حرارة توصل ل 200 درجة، لأن الهدف هنا من التسخين ده هو عمل أكسدة وربط أجزاء المادة دي في بعض تخليها تمسك جدا جدا. دي مرحلة التثبيت بتاخد كام دقيقة، وهنا اللون بيتحول من أبيض يتغير لذهبي غامق. بعدها على طول الخيوط دي بتدخل مكان مفهوش هواء أو أكسجين أبدا، عكس المرحلة اللي قبلها مكان فاكيوم مشفوط الهواء بتاعه، وهنا درجة الحرارة هتترفع جامد جدا جدا توصل ل 1500 درجة. وبما ان مفيش اكسجين في الخطوة دي فالالياف مش هتتحرق، لكن تكوينها كله هيتحول للكربون. الحرارة الشديدة دي عملت حركة قوية في تكوين المادة وطردت كل العناصر التانية، فالحجم اللي داخل من الالياف هتلاقيه بعد المرحلة دي كش ووزنه قل، وده اللي بيخليه خفيف وقوي في نفس الوقت. ودي كانت مرحلة الكربونايزيشن اللي بتغير اللون للأسود الغامق اللي انت عارفه ده، وهنا بقى نقدر نقول عليه كربون فايبر فعلا. لكن لسه في مشكلة أو تحدي أخير، وهو إنه صحيح إن وزنه بقى خفيف جدا لكن ده خلاه هش أو رقيق جدا، وده هيخلي أي ضغط عليه يسبب شرخ فيه بسهولة. بنتكلم هنا عن إن الخيط الواحد من الكربون ده بيكون أرفع من شعر الإنسان 10 مرات،
لكن الكربون فايبر اللي بينزل على العربيات اللي هو المنتج النهائي نفسه يعتبر مادة مقوى، وده معناه ان في مزيج ما بين اكتر من مادة علشان تاخد اقوى الصفات منهم كلهم وتشكل هيكل قوي جدا، شبه فكرة الخرسانة المسلحة كده، حديد صلب جدا معاه اسمنت او اي مادة تانية تعزز قوته. وهنا يجي الخطوة الاخيرة ويمكن اهم واحدة فيهم، وهي اضافة الريزن. بتكون مادة شفافة بنفس مواصفات الصمغ، بتمسك الهيكل اللي بتضاف عليه وتقويه اكتر. تركيبة الريزن بتختلف من كل مصنع وتعتبر هي سر المهنة، لكن المعظم بيستخدم الايبوكسي. لكن قبل ما يتحط الريزن بيتحط طبقة حماية للكربون تمنعه يتأكسد من تاني، وفي كذا طريقة للحكاية دي، لكن اللي بتكون في المصنع انه بيخلوا الالياف تعدي على حوض مليان مية ومتوصل بكهرباء، والخطوة دي بتعمل كمان صنفرة للفايبر كله علشان السطح يكون جاهز ومتناسق من اوله لاخره. وبس كده الكربون فايبر بشكل الخيوط السوداء اللي بتلمع ده هيتلف في بكر ويتجهز علشان يتنقل للجزء التاني من التصنيع. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هو الجزء بتاع التوريد للمادة نفسها، لأن بعد كده البكر ده بيوصل لمصانع تانية هي اللي بتخرج القطع نفسها، الأجزاء اللي هي هتركب على العربية في الآخر. وهنا في نوعين من المصانع، نوع بيصنع القطع بمواصفات معينة وبيكون عامل شراكة مع شركات عربيات ويورد لهم القطع دي، والنوع التاني وده بقى مع العلامات الكبيرة، المصنع نفسه بيكون تبع الشركة، زي مصنع الكربون فايبر العملاق بتاع بي ام دبليو في مدينة لايبزيج في ألمانيا. يعتبر مكان كبير جدا بيستورد البكر بتاع خيوط الكربون من شركة في اليابان اسمها توراي، واحدة تقريبا من أكبر 3 موردين في العالم. المهم ان مصنع بي ام دبليو بيعمل القطع وبتنزل على موديلاتهم هم بس. خطوط الانتاج مساحتها ضخمه لدرجه انك هتحس ان كل عربيات بي ام دبليو معموله من الكربون فايبر ده، وبما ان الماده دي هي هدفها رياضي في الاساس وشغل سباقات وكده، فطبيعي ان قسم الام باور هيكون هو اللي بيروح له معظم الانتاجات. وهنا في خطوه التشكيل الاخيره دي بيكون الموضوع عامل زي مصنع النسيج بالظبط، لان حرفيا احنا بنتكلم عن بكر وخيوط، فبتتحول لطبقة كاملة من الألياف المتداخلة في بعض، زي القماش بالظبط كده بس بشكل صلب شوية، شبه الجلد الخفيف كده. وفي كذا شكل ممكن يخرجوا المصنع، في السادة خالص وبيكون أكتر لاستخدامات الطيارات، وحتى ممكن تشوفه في العجل الغالي جدا. المهم ان النسيج المتداخل خيوطه في بعض ده اللي احنا نعرف انه بيكون شكله فني وجميل جدا، لكن في انواع كتير واشكال الفرق بينهم ممكن بيكون كبير. الكمبيوتر ممكن يطلع اي شكل انا عايزه، المكن بيضفر الخيوط باشكال كتير جدا. الفرق الواضح بيكون في سماكة الخيوط اللي هتشكل الهيكل، في طبقات بتكون عاملة زي السجادة، المربعات من بعيد حجمها كبير جدا، ودي بتكون اكتر لصناعة الطيارات. عالم السوبر كارز بيروح له الطبقات اللي نمطها صغير شوية، سواء للبادي كخارجية أو الأصعب بقى هي القطع الميكانيكية فوق وحوالين الموتور اللي بتكون مليانة تفاصيل صغيرة. المرحلة الأخيرة بقى وهي تشكيل الطبقة أيا كانت مواصفاتها لجزء تقدر تستخدمه في تصنيع العربية. هنا بقى الصرف الكبير هيبدأ فعلا، وده لأن هتحتاج قوالب علشان تشكل القطع المطلوبة للموديل. القطعة الواحدة بتاخد وقت كبير وعامل مخصوص ليها، لكن الخطوات بسيطة عموما. أول حاجة هي القالب أو المولد، هنا بقى مش هتصب فيه المادة، ما بنتكلمش عن معدن هنا، لكن الطبقة هتاخد الشكل الداخلي للقالب وتقلد التفاصيل اللي عليه بالظبط. بيتحط الأول طبقة من الشمع أو أي مادة تساعد على فصل الكربون فايبر من القالب بعدين علشان ما يلزقش في بعض، والعامل هنا بيقص الأشكال اللي هتدخل في القالب. أسهل شكل هو تصميم الأنابيب اللي بيكون من قطعتين بس، لكن في قطع تانية بتحتاج تقطيع أجزاء كتير كأنك بتصمم بدلة مثلا. وبعد كده بتحط كذا طبقة فوق بعض على حسب السماكة المطلوبة، وبيحطوا عليه ريزن بيتفرد على القطعة كلها بالفرشة وتتعمل على كل طبقة الكلام ده. بعدين القالب هيتقفل بشكل دقيق جدا، لأن بعد ما الفايبر ياخد شكله القوي مستحيل يرجع تاني زي الأول. الخطوة التانية وهي تفريغ الهواء بالكامل، القالب هيتحط في كيس بلاستيك مقاوم للحرارة وهيتوصل بفاكيوم، وشفط الهواء هنا بياخد بتاع 10 دقايق كده ناقص آخر مرحلة وهي الفرن. الكيس اللي جواه القطع هتتعرض لحرارة وضغط عاليين علشان تدي الشكل الناشف الأخير المطلوب، وبعد مدة مش كبيرة قوي القطع هتطلع من القالب ده عبارة عن تحفة من الكربون فايبر. المرحلة الأخيرة دي هي اللي مكلفة فعلا وبتكون موجودة في الشركات الكبيرة بس. الكربون فايبر ممكن ينشف وياخد شكل صلب بالضغط بس، ومش شرط ضغط رهيب يعني مش حاجة هيدروليك، لا ممكن القالب يكون هو نفسه المكبس، وممكن حتى القطعة ما تتعرضش لأي ضغط خالص وهتنشف بعد خطوة الفاكيوم دي لوحدها. لكن كل ده درجات أقل وجودة مش أحسن حاجة. بالنسبة للألوان اللي ممكن يطلع بيها شكل الألياف، العادي إنها تكون بلون أسود، لكن ممكن تغير لون الريزن إضافة كده لون للإيبوكسي يعمل طبقة تعكس لون معين. طبقة الكربون فايبر كده لونها أسود، لكن ساعتها بيكون عليها لون خارجي متداخل مع الألياف فيبان إنه كربون ملون، وقليل جدا ما هتلاقي اللقطة دي غير في العربيات الهايبر الغالية جدا. في حاجة أخيرة لسه ما اتكلمناش عليها وهي الفورجد كربون فايبر، الشكل العشوائي اللي بيكون على نسخ نادرة وأغلى السوبر كارز والهايبر كارز كمان، شكله اللي بيكون أقرب للرخام
قدام كده. هنا ده بيتكون من قطع متقطعة كتير من الكربون فايبر، ممكن تكون من أجزاء مستعملة، ودي حاجة مش بتحصل من الشركات، لكن بيستخدموا ألياف معينة مش بتكون متكونة من حبال من الأول خالص، ودي بتكون أسهل في تصنيعها وبتدي نفس المواصفات بعد ما تتكبس جوه القالب بتاعها. وبيستخدموها في الأجزاء اللي ينفع تشوفها زي الجناح مثلا على عربيات لامبورجيني، الكبوت مثلا، وهنا يبان تفاصيل الأجزاء المضغوطة جدا دي. وطبعا الانتيريور ممكن تلاقيه في كل حتة بقى. الفورج ده انت ممكن تختلف على انه جميل او لا، لكن كده كده هو حاجة مميزة جدا. وبس كده، قولي ايه رأيك في الكربون فايبر؟ بتشوف انه شكله حلو ولا ايه؟ وسلام لحد الفيديو الجاي.